يا اخواتي اللي يجي على السكه يقعد على الدكه. يا اخواتي واحنا شامين حد فيها اصلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وكل حاجه كويسه والدنيا تمام معاكم. انا عمر، وده كورس جديد بتاع السي سي ان اي. هنشرح فيه اساسيات الشبكات والكلام اللي عندنا في الكورس في الجامعه، وان شاء الله الفيديوهات كلها ما تبقاش طويله، تبقى قصيره وكده. ويلا نبدا. اول حاجه هنتكلم عنها ايه هو الاي بي ادرس. الاي بي ادرس ده دلوقتي حاجه انا بميز بيها او بعرف بيها جهاز. طيب جهاز ايه؟ احنا في الشبكات بنتعامل مع اجهزه بي سي، لابتوب، ايا كان. كل جهاز من دول عنده حاجة بتميزه عشان يعرف يتكلم مع حد تاني. عنده حاجة مثلا زي ايميل كده، بس هو مش ايميل، حاجة بيعرف بيها نفسه عشان يعرف يتكلم. اسمها ايه؟ اسمها اي بي ادرس. طيب شبه ايه الاي بي ادرس ده؟ انت كمواطن دلوقتي في مصر عندك رقم قومي. رقمك القومي ده لو انت عايز تعمل اي حاجة ليها علاقة بالحكومة والكلام ده، بتستعمل رقمك القومي عشان الرقم ده بتاعك انت بس. نفس الفكرة بالظبط، الاي بي ادرس ده بيبقى الجهاز ده بس. تمام. فانا دلوقتي لو عايز اتكلم هتكلم بالاي بي ادرس. حلو الكلام ده. ماشي. بيبقى شكله عامل كده. تمام. نبص دلوقتي. ده بقى اول حاجه تاني حاجه هنتكلم عنها النهارده الاي بي فيرجن 4. هل في فيرجن تاني؟ في اي بي فيرجن 4 وفي اي بي فيرجن 6. هنتكلم دلوقتي عن الاي بي فيرجن 4. الفيرجن 6 لسه مش هنتكلم عليه دلوقتي. طيب ليه اتسمى فيرجن 4؟ عشان هو متقسم لاربع اجزاء. تمام. الاربع اجزاء دول متقسمين بنقط. تمام. ادي جزء، التاني، التالت، الرابع. تمام. كل جزء من دول بيبقى رقم، تمام، بالديسيمال، من 0 لحد 255. طيب اشمعنى 255؟ هنعرف. بس ايه، هو هنا رقم من 0 ل 255، وكل خانة من دول، تمام، حاجزة لنفسها 3 ارقام. حلو. هتقولي طب ما هنا في رقم واحد، هقولك لا، ما في صفرين على الشمال، بس الاشيك ان احنا ما نكتبهمش. تمام. صفر على الشمال ما بيتحسبش. قالك ان كل اوكتت، كل مكان زي ده كده اسمه اوكتت، بيبقى من 0 ل 255 ومكون من 8 بتس. طيب ايه البت ده؟ فكرني. البت ده اللي هو كان 0 و 1. طيب فمعنى الكلام ده ان انا هحتاج ان انا احول الكلام ده لبتس، صح؟ اه. هنوصل للحتة دي. تمام. قالك برضو ان التوتال اي بي فيرجن 4 لينز 32 بت. منطقي. تمام. عشان هنا دي 8 ودي 8 ودي 8 ودي 8، فالاربع تمانيات دول 32 بتس. تمام. طيب هنحتاج دلوقتي ان احنا نعرف ازاي نحول من ديسيمال لباينري. موضوع سهل. الرقم زي ده كده اللي هو الاوكتت ده 192 لما يتحول هيبقى شكله كده. طب انا اعرف منين هيبقى كده ازاي؟ هنروح للحته دي دلوقتي. تمام. بس هو اللي عايزك تعرفه ان الرقم اللي هو الديسيمال ده بيتحول ل8 ارقام بتس 0 و 1. طيب تعالى دلوقتي بقى نروح نشوف هنعرف نحول الكلام ده ازاي. طيب يلا دلوقتي بقى نشوف ازاي هنحول من رقم ديسيمال لرقم باينري. اول حاجه بس افكرك كده برضو ان الرينج بتاع الرقم الديسيمال بتاعي قلت لك اللي هنشتغل عليه من 0 لحد 255، عشان احنا قلنا هنشتغل على 8 بتس بس. ده حجم الاوكتت. ماشي. طيب والرينج بتاع الارقام الباينري 0 و 1 بس. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز احول الرقم ده. هتقولي اشمعنى 75؟ ده مثال عادي، ممكن اكتر، بس احنا قلنا مش هنعلى عن الرينج اللي هو 255. طيب اول ستيب هعملها في الحوار ده دلوقتي ان انا هلم كل دول. هقول لك ليه دلوقتي الارقام دي، وهطلعها فوق هنا كده عشان هشتغل بيها. طيب اشمعنى الارقام دي؟ ده دلوقتي وايه اصلا الارقام دي؟ الارقام دي دلوقتي الواحد ومضاعفاته لحد ال 128. واحد ضعف الواحد 2، ضعف الاتنين 4، ضعف الاربعة 8، وهكذا لحد ما توصل لل 128. ليه وصلت لحد ال 128؟ عشان انا لو زي ما قلت لك ان الرينج بتاعي اخره 255. تمام. ال 255 دي لو عايز احسبها
هتتحسب بالارقام دي بس، فمش هحتاج اكتر من كده. طيب دي اول ستيب. بعد ما رصيت الارقام دي قدامي هعمل ايه؟ هشوف الرقم بتاعي اللي انا عايز احسبه اللي هو 75 ده، هشوف ايه الرقم اللي اكبر منه على طول. يعني انا هفضل ماشي ال 75 اكبر من الواحد اكبر من الاتنين هفضل ماشي كده لحد ما اوصل لهنا، هلاقيها اكبر من ال 64، بس مش اكبر من 128. هعمل ايه؟ هسكيب ال 128، مش هشتغل بيها. طيب بعد ما سكبت ال 128 هكتب هنا 75 ناقص 64، وال 64 معايا مقبولة. تمام، عشان مقبولة هعمل فوقيها هنا صح بسيطة عشان اخد بالي، وهحسب الحسبة دي. 75 ناقص 64 هيبقى معاك 11. تمام، يبقى اول رقم مقبول معاك اللي هو ال 64. طيب رقم 11 هعمل ايه بالرقم 11 ده؟ همشي برضو بقى من الاول، 1 2 ال 11 اكبر من الواحد اكبر من الاتنين هفضل ماشي كده لحد ما الاقيها اكبر من 8 بس مش اكبر من ال 16. فهعمل ايه؟ هسكيب الرقمين دول، مش هستخدمهم. ليه؟ عشان الرقم بتاعي اصلا اصغر منهم. تمام. هعمل ايه بعد كده؟ همسك ال 11 دي، هقول لك 11 ناقص 8 اللي هو الرقم اخر رقم انا وقفت عنده، هيبقى يساوي 3. هل هكتب 3؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده، ده اللي اتبقى. فهو دلوقتي لا، الرقم ده كان مرفوض، الرقم ده مقبول، مرفوضة مرفوضة، دي مقبولة. تمام. وبعدين همشي برضو، همسك رقم 3 ده وهعدي عليهم من الاول. التلاتة اكبر من الواحد اكبر من الاتنين اكبر من الاربعة لا، فالاربعة معايا مرفوضة. ماشي. طيب بعدين هعمل ايه؟ همسك التلاتة، هقول 3 دي مش حلوة، اعتبروها 3. ماشي، 3 ناقص الرقم اللي هو اخر رقم انا وقفت عنده اللي هو 2. 3 ناقص 2 بيساوي 1. طيب احنا قلنا ان الاتنين مقبولة عشان استعملنا اخر رقم اتبقى معاك 1، فالواحد برضو مقبول. طيب انا كده عملت ايه؟ انا كده دلوقتي عرفت انا هكتب ايه. اول رقم الارقام اللي واخده صح دي هتاخد 1 هنا. طيب معانا الواحد ده خد صح فهنكتب 1، الاتنين صح هكتب 1 كمان، الاربعة مرفوضة هكتب 0، التمانية مقبولة هكتب 1، ال16 مرفوضة هكتب 0، ال32 مرفوضة هكتب 0، ال64 مقبولة هكتب 1، ال128 مرفوضة هكتب 0. احنا كده حولنا من رقم ديسيمال لرقم باينري. الطريقة دي مش صعبة خالص، عيد الحتة دي تاني وهتلاقي نفسك عرفت تظبطها خلاص. ماشي، اتخن رقم معاك اللي هو ال255 ده هيبقى حسبته ازاي؟ هنمسك الارقام دي كده، لو عملت على الآلة دلوقتي عندك 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16 زائد 32 زائد 64 زائد 128 هيطلع لك 255. طيب ده اخر الرينج عندي، فدي الارقام كلها وحايد عشان كلهم مقبولين. طيب اقل رقم في الرينج عندك اللي هو 0، كله 0، كله هيبقى معاك مرفوض، 1 مرفوض 2 مرفوض وهكذا لحد ال 128، فهتلاقي كله اصفار. تمام. جرب دلوقتي تحسب اي رقم تاني، احسب مثلا 192، جرب شوف هتعمله ازاي. بس أكاد من فرط الجمال، فرط الجمال